في ثاني جولات البطولة العربية الهلال بيخسر من السد في أمتع مباريات من وجهة نظري يعني، والاتحاد يتأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه على صفاقسي 1-0 في مباراة الحمد لله إنها خلصت بالنسبة للاتحاد بالنسبة لكل اللي كانوا بيعملوه لعيبة الصفاقسي ده هم. أما بقى الزمالك فيخسر من الشباب 1-0 في مباراة يعني كويس برضه إنها خلصت يعني يعني الحمد لله إحنا طلعنا من المباريات دي كلها بماتش الهلال والسد، فيعني يلا بينا نخش على الفيديو. طبعا قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. خلينا نبتدي بماتش الهلال والسد يعني، ومش عارف يا جماعه البطوله دي مالها يعني بجد والله، اللي هو في حد باصص لنا في اللي هو كل ماتش يعني خناقتين ثلاثه بالميت يعني. خلينا نبتدي مثلا بخناقه الهلال والسد يعني. عندك احتفال بغداد بنشاح، بص انا مش معاه ومش مع فكره ان انت تسكت الجمهور وتخلط والكلام ده كله، بس هي بتبقى يعني فاهم بتيجي كده، وجمهور الهلال حقه ان هو يزعل يعني ان انت بتسكتهم، بس يعني انا اللي مستغربه بصراحه اللي هو عمل لي جليتش في دماغي فكره ان سالم الدوسري جاي يعاتب بغداد بنشاح. يا سالم انت ناسي، انت ده انت اللي بتخلط يعني انا يعني بص اي لعيب ممكن يتكلم ماشي، حتى كوليبالي زعل وكان عايز يضرب والكلام ده كله تمام، اما انت يا سالم يعني انا بصراحه يعني لما ولقيته مثلا ماسك بغداد بنشاح وبيقول له ما ينفعش في ايه يا كابتن سالم ده، احنا هننسى ولا ايه؟ برضو بصراحه فرقه السد عجباني جدا يعني، حتى ماتش الوداد اللي هو كان ماتش سيء اصلا لا كانوا راحوا بهجمه او اتنين، والماتش ده برضو شايف ان هم هجوميا كويسين اذا كان اكرم عفيف او بغداد بنجاح، وشايف برضو ان هو لا ممكن يكونوا اصحاب البطوله، لا استبعدها تماما، بس هو فكره ايه الدفاع هو اللي مش احسن حاجه، وبعتقد بصراحه بعد وجود سايس النهارده شفناه بيلعب ربع ساعه تلت ساعه، لا ممكن تلاقي الدفاع ده بيقوى، بالذات ان هو عمل ماتش كويس بالنسبه يعني للوقت اللي هو نزل. طبعا بالنسبه للهلال بقى يعني لا يا جماعه يعني اعتقد هم مش هيخشوا كده، طبعا هو في عدم انسجام لغايه دلوقتي ما بين الليبليه وكوليبالي لان الدفاع كارثه يعني، ده غير المعيوف اللي هنجيله في الكلام، بس انت لسه حاسس ان مفيش انسجام ما بين اللعيبه. ايضا من الحاجات اللي انا مش فاهمها هي ما كانتش موجوده في الماتش بس لازم اتكلم عليها، هو استغناء عن ماريجا. يعني انت مشيت اجاله ماشي وتقوم ماشي ماريجا، بس فكره ان انت ما عندكش مهاجم غير عبد الله الحمدان، انت ممكن برضو تقول لي لا ما انا كنت اعتمد على صالح الشهري واتصاب والكلام ده كله، لا يعني باشا انت مش لسه في الدوري السعودي بتاع من 3 4 سنين، انت خلاص اللي هو يعني انت عديت يا باشا، انت لازم يبقى عندك مهاجم. طبعا من الحاجات اللي خلت الماتش الهلال يخسر فيه لا المعيوف يا جماعه، المعيوف الجون الثاني مش عارف هو طالع بيعمل ايه، والجون الثالث لا ده كارثه كارثه، المعيوف ده اعتقد واحد من اسوأ ماتشاته في حياته يعني. لكن لو جينا نتكلم بقى على الوافدين الجدد زي نيفيز وسافيتش، نيفيز كان عاجبني جدا، الراجل عمل الاسيست الاول وعموما كان عامل ماتش كويس عكس سافيتش. بصراحه سافيتش انا اتفاجئت اساسا وانا بحضر الحلقه ببص على تشكيله الليله لقيت ان سافيتش موجود اصلا، انا ما كنتش حاسس بيه في الملعب عموما، لو انت محتاج كل شويه تخش على الموبايل تشوف التشكيله تطمن ان سافيتش موجود معاك. اما عندك بالنسبه لي بصراحه كان نجم الماتش واعتقد ان هو هيعمل موسم كويس جدا هو ديلجادو، الراجل تحس ان هو نشيط، الوحيد اللي في الهلال حسيته ان هو نشيط هو روبن نيفيز مثلا، اللي هو عايزين نلعب ويلا ونكسب والكلام ده كله، فاعتقد ان ديلجادو عموما غير البطوله ديت لا ممكن يعمل موسم كويس جدا. اما عندك بقى ماتش الاتحاد والصفاقسي، فكان اول حاجه حصلت فيه مش قلت لك كل ماتش بخناقه، كانت اصابه طارق حامد يعني بصراحه يعني هي تحس ان هو في افوره، وطبعا كده كده يستحق الطرد بس يعني الدخله جامده، بس بصراحه اللاعب اعتذر للاعب وراح اطمن عليه، وكمان لما عمل العمليه طارق حامد الراجل قام رايح له للمستشفى وقام مطمن عليه، فشابوه للاعب بصراحه، وهو حتى نزل بوست وقال لك والله ما كنت اقصد، بصراحه كتر خيره يعني، وهي ايه التدخل يعني يا جماعه اكيد مش قصده يعني الواحد كان يحسها بقصده بس يعني حسن الظن يا جماعه. طبعا يعني برضه بما ان احنا في الاتحاد فيعني الحاج نونو سانتو تقريبا جاي يضحي يا جماعه، الحاج نونو سانتو كان بيلعب النهارده بمدافع واحد واثنين باكات، والباك اليمين اللي كان بيلعب صالح الامر النهارده ده مهاجم اصلا يعني ما اعرفش ده وينج رايت، فيعني حاج نونو يعني ولا ما فيش لعيب نمره 6 بعد ما طارق حامد خرج، طبعا ده شيء غصب عنه لان هو كده كده كانتي مش عارف هو كانتي مش عارف هو لحق يتصاب ولا ايه، بس انا مش عارف كانتي ليه ما كانش موجود في القائمه يعني. طبعا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات يا جماعه ثنائيه حمد الله وبنزيما، الاثنين يا جماعه تحس 3 4 سنين بيلعبوا بسم الله ما شاء الله، تقريبا اي فيديو هتكلم على الاتحاد هتكلم على حمد الله وبنزيما. اما عندك كورنادو بقى اللي عاجبني الماتش ده بالنسبه لي كان احسن من الماتش اللي فات، لا عمال بيحرك الفرقه، حتى بقيت تشوف بنزيما وحمد الله الاثنين بقوا اكتر في البوكس، فبقيت تلاقي كورنادو ان هو لا بيلعب لهم وعمال يوزع لهم، حتى الجون النهارده اعتقد العرضيه اللي اتلعبت لحمد الله وحمد الله لعبها لبنزيما كان كورنادو هو اللي عاملها اللي لم تاخد بذاكرتي يعني. وعندك بصراحه من نجوم الماتش يعني كان الحارس بتاع الصفاقسي وبرده جروهي، الاثنين كانوا عاملين ماتش كويس ويشكروا عليه يعني، جروهي كانت هتفلت منه واحده كده في اخر الماتش اللي هو يعني ما كانش ليها اي 30 لازمه، بس الحمد لله انها عدت يعني. كان نفسي اتكلم على الصفاقسي والله يا جماعه بالذات
ان هو اعتقد خلاص رسم ان هم خرجوا من البطوله، بس يعني صفاقسي كانوا نازلين يضربوا يا جماعه يعني النهارده هم خدوا طردين وكان في طردين تانيين عليهم يعني من غير مبالغه. اما عندك بقى الناحيه الثانيه الزمالك والشباب، فيعني الحمد لله الروح الرياضيه جميله يا جماعه. يعني بسم الله ما شاء الله الشوط الاول تقريبا 3 4 خناقات، منهم خناقه كانت في الدقيقه 30 اللي هي دي ولعت الدنيا بقى، وبنيجا يخش مع السيسي اللي هو احلام العصر، تخيل بنيجا بيلعب قدام السيسي وحاجات يعني الحمد لله. ولا الماتش الجاي ممكن نلاقي حاتم سكر ماسك رونالدو وحاجات غريبه الحمد لله يعني. بس عموما بصراحه لا يعني يا جماعه نهدى نهدى يا جماعه، دي بطوله عربيه، دي معموله بس عشان نقوي العلاقات مش اكتر يعني. هي فلوسها كتير بسم الله ما شاء الله، بس يعني ايه كلمه يا جماعه كلمه. طبعا يعني يا جماعه الزمالك محتاج كتير قوي يعني. الزمالك يا جماعه لا صعب يعني، كتر خير زيزو ان هو بيلعب في فرق. زيزو حرفيا بيلعب لوحده، معاهم مثلا فتوح وشيكابالا يعني كتر خيرهم. فتوح ممكن تقول هو امكانياته كويسه فيعني كتر خيره ان هو بيلعب، بس شيكابالا يا جماعه لا شيكابالا لا في السن دوت باللي بيعمله مش كتر خيره، ده المفروض يعني يعملوا له تمثال قدام النادي. مع شيكابالا عنده تقريبا 38 39 سنه وعمال بيلعب تقريبا لغايه الدقيقه 60، او اعتقد شيكابالا لعب الماتش كله لم تاخد ذاكرتي برضه يعني. اللي هو في ايه يا جماعه في والله العظيم احلام العصاري شيكابالا بيلعب 90 دقيقه، ده امكانياتك كزمالك مش زي امكانيات الشباب، وعلى الرغم من كده عملت ماتش كويس وكنت اخطر عليهم شويه يعني. اللي هو يعني انتوا كنتوا متقاربين من بعض بس كنت اخطر شويه. بس اللي انا بقى مش فاهم هو اسوريو بص عامل ماتش كبير وعامل فرقه من الزمالك يعني حرفيا عمل من الفسيخ شربات. ان انت فكره ان انت تخسر من الشباب 1-0 وانت ساعات في معظم الماتش كنت اخطر منه، وكمان في لعيبه يعني يا جماعه بجد ما فيش غير 3 4 لعيبه اللي يستحقوا يلعبوا في النادي ده، هو تقوم عامل كل اللي انت بتعمله ده هو. وفكره ان انت عارف تعمل ماتش كويس ده شابوه ليه. بس انا مش فاهم بقى التبديلات يعني بص التبديلين التانيين ماشي يعني، التبديل التالت بقى اللي هو بتاع الجزيري ده ايه بقى يا كابتن يعني؟ ايه بقى يعني حضرتك خسران 1-0 فمخرج المهاجم يعني؟ انا مش فاهمه يعني. انا مش مقتنع ان فكره ان ناصر منسي يلعب مع الزمالك، بس اكيد ناصر منسي كنت لازم تنزله في الدقيقه 75 80 يا عم، نزله في الدقيقه 90 او يلعب 4 دقائق. بس فكره ان انت تلعب 45 دقيقه من غير مهاجم النهارده يا جماعه، اي عرضيه كانت بتلعب اللي هو بتعدي الناحيه الثانيه، عارف زي ريال مدريد وكده برشلونه كانوا بيلعبوا العرضيه عشان يلعبوها للناحيه الثانيه، وفيرلاند مندي يقوم لاعبها لكارفخال وكارفخال يقوم راجعها لفيرلاند. انا مش عارف، انا اسف على التشبيه دوت بس يعني هو ده اللي جه في دماغي بصراحه. من ناحيه الشباب هو نفس التعليق يعني يا جماعه. الشباب ما جابوش غير جون واحد، والجون ده كان في ماتش النهارده وكان من ضربه جزاء وكان بنيجا. ايه هو التعليق بتاعي اللي قلته في الفيديو اللي فات؟ هي فكره ان انت محتاج يا جماعه مهاجم وينج على الاقل، لان فعلا الدفاع ونص الملعب كويسين، بالذات برضو جوستافو كولار لما دخل في المنظومه الراجل كان عامل ماتش كويس، ومع بنيجا مع اي حد في نص الملعب الثالث مش هتفرق يعني، فنص الملعب شغال والدفاع برضو كويس والحارس كتر خيره. لا اما لا انت محتاج حد في الهجوم بالمنظر ده، اعتقد حتى مش هتعدي ربع، انت ممكن توصل ربع نهائي اما بعد كده ما اعتقدش يعني. برضه قول لي رايك تحت في الكومنتات، ايه حوار الخناقات اللي احنا عمالين بنشوف يعني؟ ما فيش ماتش غير لما في 3 4 خناقات على الاقل يعني. قول لي رايك تحت في الكومنتات، انت كنت متوقع ان البطوله تبقى كده احسن من كده يعني؟ الكومنتات مفتوحه، قول اللي انت عايزه يعني. برضه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ودوس. سلام.